السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب أم رحمة في قناة أكلاتنا في الأرياف. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. شهر رمضان شهر الخير شهر البركة. النهاردة بإذن الله هصور معاكم طريقتي في تجهيز التوابل. معلش هو الفيديو هينزل متأخر شوية، هينزل متأخر علشان خاطر أنا ملحقتش أصوره قبل رمضان. تمام، هصور معاكم بقى، هصور معاكم طريقة تحضير التوابل بتاعتنا. تمام، انا بجيب طاسة اي طاسة عندك هاتيها، وده معايا شوية ورق لورا انا منقية منهم العصيان، يعني ده ورق لورا انا كنت جايباه. الورق ده انا كنت جايباه السليم منه استعملته، وده البواقي اللي هي اللي مكسرة. تمام، ما تخليش فيها ولا عصايه ولا اي حاجه، انا منقياه والله ومخليها نضيفه زي الفل. معايا كمان ثواني، معايا الكزبره. بصي دي كزبره ومعاها ورد، ورد ناشف او احنا بنقول عليه زر ورد. دي عود قرفه، بصراحه العيال ما بيحبش القرفه، مش بيحبوا القرفة ابدا في التوابل، فعشان كده لما بلاقي قرفة بشيلها. معايا دي توابل. بصوا دي عبارة عن كزبرة، هحطيها كده بسم الله. الحمد لله الحمد لله. دي كزبرة ومعاها عيدان قرفة ومعاها زر ورد وفلفل اسود. طبعا انا جايبه يعني شويات، يعني كنت كل ما بخرج بجيب شويه، كل ما اخرج اجيب ب5 جنيه. بصوا دي اللي احنا بنقول عليها الكوبيبه الصيني. دي الكوبيبه الصيني، دي كده الكوبيبه الصيني. بواقي ورق اللورا اوعي ترميه، لما تلاقي ورق لورا كده مكسر اوعي ابدا ترميه، ده بيخلي التوابل ريحتها جميله. دي برضو بنقول عليها هنا زر ورد او ورد صغير، بينشفوه بيخلي الاكل ريحته تحفه. اهو كل الاكل هيبقى ورد بس وردي. بصوا كده برضو معاها الكوبيبه الصيني اهي، ومعاها الفلفل الاسود. جايبه كمان فلفل اسود، بصوا جايبه فلفل اسود لوحدي اهو. انا والله ما فضيت خالص قبل رمضان ان انا اصور الفيديو ده، فقلت يلا اصوره معاكم بقى دلوقتي. معايا برضو بواقي، مش بواقي بقى، هي الحاجات دي كان في منها اللي موجود عندي وكان في اللي اشتريته، يعني انا شاريه ده بس اللي كان موجود عندي. هقول لكم بصوا اللي كان موجود عندي الليمونه والقرفه. انا هحوش القرفه لان بصراحه انا بحبش الاكل اللي فيه قرفه. دي جوزة الطيب، جوزة الطيب دي انا هبشرها لان ما ينفعش تحط كده، لان لو هي اتحطت كده ممكن تكسر السكينه بتاعت الكبه. تمام، معايا كمان، معايا جبت منه ب5 جنيه كاري. بصوا بحط دول كده عشان اعرف امسك. جبت منه ب5 جنيه كاري. الكاري ده بقى بيخلي التوابل بتاعتك ريحتها حاجه تانية، ريحتها جميله، تحفه، بيدي ريحه وطعم ملهمش حل. بس طبعا انا مش هحطهم كلهم، انا هحط شويه منهم. تمام، بس كده. الكاري ده بقى بيخلي الاكل ريحه وطعم، بيخلي الشوربه لها لون تاني، يعني لون ما تتخيلوش. دول بقى اخليهم لو عملنا كبسه او عملنا اي حاجه اخليهم كده. معايا كمان شطه. الشطه دي انا محوشاها في البيت، يعني الشطه دي انا اللي عاملاها في البيت. الشطه دي بتبقى فلفل اخضر حراق، فلفل اخضر حراق انا بجيبه بحطه في التلاجة فلما بينشف عندي الشطه دي بقى لما بلاقي قرون الفلفل تحمر بحطها في البلكونه تنشف واستعملها اطحنها عادي جدا.
دي جوزة الطيب اهي، دي هبشرها هقفل لحد ما ايه ما اكسرها، لان انا لو حطيتها سليمه كده هتكسر لي السكاكين بتاعه الخلاط. يلا ادي جوزة الطيب اهي، لما نعمتها لازم تنعميها كده عشان ما تبوظلكيش الخلاط. هحطها بقى على التوابل بتاعتنا، والله العظيم ريحتها حلوه قوي، ريحتها جميله. هولع بقى النار، بسم الله. لا انا عايزه اعمل بس وعلى نار هاديه كده. بصوا انا هوريكم النار اللي انا هعمل عليها، نار هاديه خالص اهي. هحط عليها التوابل بتاعتي وهبتدي ان انا احمص فيها. الطريقه دي يا جماعه بتخلي التوابل بتاعتك ريحتها بتجيب اخر الشارع. عارفه يعني ايه اخر الشارع؟ تبقي بتطبخي كده والتوابل بتاعتك بقى ايه، الزيوت بتاعتها طلعت، الزيوت العطريه بتاعتها بتظهر، وتبقى الريحه بتاعتها بقى حاجه تانية تحفه. جربي الطريقه دي وادعيلي. ومهما قعدت عندك، يعني انت لو هتعملي كميه اكبر من دي، مهما التوابل قعدت عندك بتفضل محتفظه بالريحه بتاعتها وعمرها ما تسوس ابدا. عايزه اقول لكم التوابل بتاعتنا عباره عن فلفل اسود، كزبره، كمون، ورق لورا، زر ورد، شطه، جوز الطيب، حبهان، في قرنفل، يعني حبايتين قرنفل. ايه تاني يا هاجر؟ البتاع ده اسمه ايه؟ اكليل الجبل، روزماري، ده اسمه روزماري اللي هو الطويل ده. بصوا اول ما تبدأ كده تدخل معانا وريحتها تطلع، هطفي عليها النار وهبتدي ان انا ايه اعملها بقى في الخلاط. شايفين بدأت ان هي تدخل معانا اهي، وريحتها بدأت ان هي تطلع. تعالوا بقى نعملها فين، نطحنها في الخلاط بتاعنا. الفلفل الاسود والكبوبة الصيني، الفلفل الاسود والكبوبة الصيني من الحاجات الجميلة المميزة، والكاري كمان بيدي طعم جميل قوي في الاكل. كلها حاجات مش غالية والله، انا جايبة بخمسة، من كل حاجة ب5 جنيه، فهيديك. العطار بيدي ما بيقولش لا. هبتدي بقى ان انا ايه اطحنهم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. فين الغطا؟ معلش بقى الغطا بتاع الكبة وقعت من المطبقية اتكسر، فانا استعملت ده وخلاص. بسم الله. بصوا هي عايزة تنعم كمان شوية ولا حلوة كده؟ هحاول ان انا ايه انعمها كمان شوية. بصوا انا هفضي، وان لقيتي حاجه هنا سليمه بحطيها في الطاسه. ماشي، بسم الله. شايفين بقى كميه التوابل بتاعتنا وريحتها الجميله؟ والله العظيم عمرك ما هتتبطلي تعمليها بالطريقه دي، وان شاء الله هتدعيلي وتشوفيها طريقه جميله وهتفضل عندك فتره طويله وريحتها محتفظه بيها. انا بقى بعبيها كده في برطمان، يكون ايه ده برطمان بتاع قهوه، ده برطمان قهوه. بحط بقى ايه التوابل بتاعتي كلها فيه اهي، علشان غطاه محكم. طبعا لما بعوز مثلا اللي بره بيخلص، بروح ايه مطلعه من البرطمان ده معلقتين كده واخليهم بره
للطبيخ. انا هخلي الشويه دول عشان محتاجاهم. ماشي، هخلي الشويه دول محتاجاهم ضروري. اصلهم كتار. انا مش عايزه الملح يبقى طعمه توابل، عايزاه يبقى ملح بشطه، عشان هعمل ملح بشطه للمائده. ماشي، او للاكل. بصوا بقى، غطا كده يكون ايه، بيتكبس حلو كده، وتشيليه في اي مكان عمر ما ريحته تتغير ابدا. اهو. تعالوا بقى نعمل الملح بالشطه. ادي الشطه بتاعتنا زي ما قلت لكم. انا الشطه ماشي، خدي اطحنها بقى كده. بسم الله. ماما لا عليا، لسه ما عملتش حاجه. ادي كيس الملح بتاعنا. طبعا انا مفوضه شويه توابل زي ما قلت لكم. ادي كيس الملح، وادي الشطه اللي انا طحنتها اهي. هقلبهم كده اهو. طبعا الشطه ريحتها مش قادره اقول لكم فظيعه. ده بقى بعمل كده لما تكوني هتحطي مثلا ايه لحمه وعايزه تحطي شويه ملح على السفره، بناخد منه ده جنب الاكل كده في الملاح. ده بعمله للملاح. ادي الملح بالشطه للمائده، وادي التوابل بتاعتنا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى انه يعجبكم، واشوفكم على خير وبخير، وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.